السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. يا رب أشوفكم في أحسن حال وأشوفكم كده من المقبولين في معهد معاونين الأمن بإذن الله. ويا رب كل يوسف حاجة يحققها، ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله يا رجالة. الدفعة رقم 8، ركزوا معايا كده وصحصحوا دماغكم، فتحوا لي دماغكم. هتكلم معاكم عن ثلاث مواضيع في فيديو واحد، يعني أنا بختصر على قد ما أقدر. كل اللي عليك تعمل لايك واشتراك يا صاحبي وتفعل زر الجرس لو انت ما عملتش كده. اعمل كده يا صاحبي واسال اي سؤال، لو في عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتس. الموضوع الاول هتكلم عنه تاخير الرساله، سواء طبي، مقاس قوام، قدرات، ايا كانت الرساله اتاخرت هتعمل ايه. الحاجه التانية، هتعرف ازاي العياده اللي انت وقعت فيها في الكشف الطبي. لو انت وقعت في عياده في الكشف الطبي هتعرف ازاي اللي انت وقعت فيها. تمام. الحاجه التالتة، ازاي اعمل التظلم الخاص معهد معاونين الامن. اعمل تظلم فين وايه اجراءات التظلم. تمام. ركزوا معايا في الحاجات دول يا رجاله، التلات مواضيع دول هتكلم فيهم دلوقتي حالا. ماشي. اول حاجه يا رجاله واللي هي سبب تاخير الرساله. تمام. لو انت جات لك لائق في اختبار القدرات وما جالكش الميعاد بتاع مقاس القوام هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه يابا، هي الرساله جات لك لائق خلاص، هتجيلك بعد كده الميعاد بتاع مقاس القوام. ما تستعجلش. تمام. او ما هتستعجل في اي حاجه. طالما الرساله جات لك لائق خلاص، انت كده كده باذن، انت كده كده ناجح في الاختبار ده. تمام. بس كل اللي عليك هتعمله حاجه واحده، تدخل على الموقع كل شويه وتتابع وتعمل ريفريش للموقع. تمام. اعمل ريفريش للموقع كل شويه. تمام. ليه بقى؟ لان ممكن تكون الرساله مهنج الموقع، او احيانا بيهنج يكونوا باعتين الرساله وانت لسه ما وصلتلكش الرساله. تمام. عشان تثبت الشبكه مش محمله معاك. تمام. فعشان كده بقول لك ايه، اعمل ريفريش كل شويه للموقع. تمام يا صاحبي. وهتلاقي الموقع الرساله هتجيلك طالما جات لك لائق، سواء في القدرات او في المقاس والقوام، وما تحددلكش الميعاد اللي بعده. ما تقلقش، هيجيلك الميعاد طول ما انت لائق خلاص. كل اللي عليك بس تدخل كل شويه على ايه، على الموقع. تمام. وما تطنش الموقع، ما تطنش، يعني خليك متابع مع الموقع بس. ما تقولش هرن على بخدمة العملاء اتصل بيهم ولا اتصل بيهم ولا اي حاجة يا صاحبي. طول ما الرسالة جات لك لائق خلاص كده انت نجحت في اول اختبار. ماشي يا رجالة. دي اول نقطة. تمام. النقطة التانية، اعرف ازاي العيادة اللي انا وقعت فيها في الكشف الطبي. تمام. انا متابع على الفيس، انا مش بجيب الاسئله دي من دماغي، انا راجل متابع معاك على الفيس وعارف الحاجات انت يعني واجع فيها، او عارف كتر الاسئله دي انا بعمل لكم عليها فيديوهات. على فكره انا بكلمكم على الفيس اصلا، انا راجل بنزل بوست كل يوم كده او كل يومين، واللي عنده سؤال يتفضل وانا برد على كل الناس. انا الصفحه بتاعتي اسمها طارق البدري. تمام يا كباتن. تمام. ان شاء الله معاونين قد الدنيا باذن الله. تمام. ازاي بقى تعرف العياده اللي انت وقعت فيها؟ ماشي. يعني انت مثلا دلوقتي دخلت على جلديه، دخلت على عظام، دخلت على جراحه، دخلت على انف واذن، دخلت على البطنه. تمام. دخلت على القلب. ماشي. دخلت على النفسيه، دخلت على الرمد. ماشي. تعرف ازاي بقى العياده اللي انت وقعت فيها؟ وتتفاجئ كده تلاقي نفسك جات لك غير لائق في الطبي. بص، العياده اللي خدوا فيها بطاقتك او كارت التردد دي العياده اللي انت وقعت فيها. تمام. لاني انا اتضح لي ان على الموقع مش بيكتبوا السبب اللي انت وقعت فيه في الكشف الطبي. فانت كل اللي عليك هتعمل ايه يا صاحبي؟ كل اللي عليك انك انت هتعمل ايه، العياده اللي انت وقعت فيها هي العياده دي اللي انت، او العياده اللي انت اخدوا فيها الرقم القومي بتاعك او بكارت التردد. اعمل حسابك ان هي دي العياده اللي انت وقعت فيها. تمام. واعمل حسابك تاني. تمام. الحاجه اللي مسكها مثلا دكتور لو كانت حبايه مثلا ومسكها كده وراح هو جالك كاتب طاقتك، يبقى هي الحبايه دي هي السبب. تمام. لو جالك وريم ودنك ودخل الجهاز كده وما لقيش ودنك نظيفه، يبقى الشمع الاذن ده هو اللي طلعك. تمام. لو دخلت عياده الرمد وما جاوبتش الدوائر صح وجالك كارت التردد او البطاقه، يبقى انت كده ما جاوبتش في الرمد صح. تمام. لو جالك وريني ايديك في التقوس ووريته ايديك كده في التقوس وجالك كارت التردد او البطاقه، يبقى انت كده عندك تقوس. تمام. لو عندك فلات فوت وجالك مثلا اقف على رجل واحده وبعد كده جالك هات البطاقه بتاعتك، اعمل حسابك انك انت كده عندك فلات فوت. ده السبب التاني. ماشي. لان هو مش بيحدد على الموقع السبب اللي انت طلعت عشانه، بعكس كليه الشرطه. كليه الشرطه تبعت لك كده جنب النتيجه السبب كذا 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 اللي انت طلعت بسببه. تمام. في معهد المعاون مش بيحدد، فعشان كده كل اللي عليك هتعمل ايه، هتروح تعمل تظلم. ماشي. تمام. هتعمل تظلم. ده الاجراء الثالث واللي هو ايه، ازاي اعمل تظلم. التظلم ده هيتعامل في المعهد نفسه ولا هيتعامل في المكان اللي انت امتحنت فيه؟ بص، انا عشان ابقى صريح معاك المعلومه دي مش متاكد منها بنسبه يعني 5% او 10%، لكن المعلومه دي من واقع خبرتي في المجال. ماشي. انك انت تعمل تظلم في المكان اللي انت امتحنت فيه. ليه بقى؟
اسمك مقيد في المعهد ده، سوري، في المكان ده اللي انت امتحنت فيه، اسمك موجود فيه، هو مش موجود في المعهد. تمام. يعني انت مثلا من الجيزه، مثلا يعني امتحنت مثلا في وادي نطرون، هتروح وادي نطرون، اسمه دوت، هتروح وادي نطرون مثلا، تعيد تعمل تظلم هناك. طب الاوراق المطلوبه ايه للتظلم؟ كارت التردد وبطاقتك ومبلغ 400 جنيه باين او 350 جنيه، حاجه زي كده، مش فاكر قوي برضو. تمام. ده يا رجاله، سوري، دول التلات مواضيع اللي انا بالنسبه لي شايفهم اهم تلات مواضيع الناس كلها بتغلط فيهم او الناس كلها بتمر بيهم. ماشي. كل اللي عليك يا صاحبي هتعمل لايك للقناه، سوري، هتعمل اشتراك في القناه وهتعمل لايك للفيديو، وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا كل جديد. لو انت يا صاحبي عندك سؤال، عندك اي استفسار، سيبوه في الكومنتس، وانا طبعا برد على كل الناس. ماشي يا احلى اخوات في الدنيا. بالتوفيق يا رجاله، دفعه 8 ان شاء الله كده اشوفهم كده من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكريه باذن الله. بالتوفيق.